ما زلنا نتجول داخل نادي كفر الشيخ واعضاء الجمعيه العموميه النهارده. انت شايف مجلس الاداره الفتره اللي فاتت ازاي؟ في بدايه كلام النهارده بنقول من كل قلبنا تحيه لمجلس الاداره المحترم برئاسه المهندس اشرف ابو حليمه و ابوكش حبيبي، وتحياتنا لهم النهارده في خلال سنه تقييمنا لهذا المجلس. انت شايف حضرتك، انت تجولت في النادي كفر الشيخ على مدار السنين اللي فاتت ديت، اول مره تشوف في طفره حصلت في نادي كفر الشيخ بقياده المهندس اشرف ابو حليمه وجميع اعضاء مجلس الاداره. بالنسبه للنادي شفت ان القعده بالنسبه للحته الاجتماعيه اتغيرت خالص، شفت في كراسي نظيفه، في حمام سباحه بيتنشأ جديد، مطعم، صاله جديده شتويه اللي انت شفتها اللي فيها الانترهات والحاجات ديت، ريسبشن، يعني النادي فيه شكله، المعالم بتاعته. لو انت جبت ناس ما دخلتش النادي مثلا من سنه واحده بس ودخل النادي هتلاقي ان فيه اختلاف كلي وليس جزئي بالنسبه لنادي كفر الشيخ. فتحياتنا لمجلس الاداره كله، بنقول له مزيد من التقدم ان شاء الله لاعضاء الجمعيه العموميه لنادي كفر الشيخ ان شاء الله. نقول ان ده المجلس الوحيد لنادي كفر الشيخ اللي قدر يلم رجال الاعمال وقدر يلم الجمعيه العموميه كلها حواليه، وشايفين في طفره كبيره في الانشاءات. ما انا لسه بقول لك ده بيدل على ان الناس اللي موجوده النهارده في مجلس الاداره ناس محترمه وناس شبعان، ودي اكيد اما تجيب واحد عنده فكر وعنده يعرف يعني ايه معنى منظومه بيديرها، بتنجح في اي حاجه. يعني حتى انت في شغلك اما بتجيب مثلا حد انت عارف في شغلك كويس وبتعرف تدير صح، لازم هتنجح، واخد بالك؟ لكن اما بتجيب حاجه كل واحد لمصلحه شخصيه، لازم المركب هتغرق. لكن اما الهدف واحد، ان نادي كفر الشيخ يكون في المكانه الكويسه بتاعته، ويكون في الدوري الممتاز على المستوى الرياضي، لازم يكون ناجح ومتقدم. انت شفت فريق الاول لكره القدم لنادي كفر الشيخ بيحتل خطى ثابته وكله في ظهره. انت شايف فرقه بتنافس من اول الدوري وهي في المركز الاول، ده حاجه كويسه. يعني انت بتغطي اعلام من امتى؟ من زمان اكيد. يعني شوف انت اول مره تشوف نادي كفر الشيخ في الصوره دي. نادي كفر الشيخ من اول الموسم في تقدم وفي المركز الاول، ده بيدل ان في مجلس محترم بقياده المهندس اشرف ابو حليمه والاستاذ حماده تركي والاستاذ خالد صالح والناس المحترمه ديت في ظهر النادي. ولازم ان المركب تنجح، ان في قياده والناس في تحالف وفي قوه كده، تحس ان في امل ان شاء الله. انا شايف ان نادي كفر الشيخ ان شاء الله الدورات دي باذن الله ان يكون مكانته ان شاء الله تكون في دوري ممتاز باذن الله يعني.